النهارده هنعمل مع بعض صينيه الجلاش التحفه دي بربع كيلو لحمه بس. طعم وريحه خطيره ولون مش هوصف لكم، انا انتوا اللي هتتكلموا عنها. ولفه جلاش يعني متقطعه، ما لملمتها بطريقه تحفه مش هتبان معاكي خالص. يلا بينا على طول نشوف صينيه الجلاش التحفه دي عملناها ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنعملها في صينيه الجلاش بتاعتنا، محتاجين نعمل العصاج بتاعنا او الحشوه بتاعتنا. محتاجين بصلتين كبار متقطعين ناعم، ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وعندنا حبيتين او 3 فلفل رومي حسب الرغبه، ولا عايزه تحطي قرن شطه براحتك. انا عندي هنا 3 فصوص متوسطين الحجم مقطعاهم قطع صغيره. تمام. هنيجي عندنا على البوتاجاز، عندي طاسه حاطه فيها زبده وزيت. الطاسه عندي اهي سخنت، وبعد ما سخنت نزلت عليها بمعلقتين كبار من الزيت وعليهم مكعب زبده كده متوسط الحجم. نزلت بالبصل عندي كده. بعد ما نزلت عندي بالبصل هنزل عليه بمعلقه صغيره من الفلفل الاسمر اهي، او نص معلقه. تمام. ونص معلقه صغيره من الملح. هقلبهم كويس كده واسيب البصله بتاعتي دي تاخد لون يعني بعد الاصفر بشويه، وهوريكم شكله يبقى عامل ازاي. ودي شكل البصله بتاعتي بعد ما اديتها لون اصفر كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبتدي انزل عندي باللحمه المفرومه، وبعد ما نزلت عندي باللحمه هنزل بالفلفل والثوم. هبتدي اقلب الكلام الجميل ده كله كده مع بعض. هبتدي انزل عندي بمعلقه صغيره من السبع بهارات، وبعد كده هبتدي اشوف الملح بتاعي. انا حطيت معلقه صغيره بس، هي كده المفروض مظبوط. انت طبعا الملح بتاعك حسب ذوق حضرتك. هبتدي انزل عندي بمعلقه صغيره من معجون الطماطم، ولو عندك طماطميه بتشيلي الميه منها وتقطعي بس اللحم. انا بس عشان الون بس اللحمه بتاعتي وتاخد لون الاحمر كده. هوطي عليها النار وهغطيها واسيبها تستوي. كل شويه هقلب فيها كده بحيث انها ما تعملش ارضيه، وهغطيها عشان انا عايزه اللحمه مع البصل والفلفل يستووا مع بعض. تمام. هغطيها وكل شويه هقلب فيها، يعني حوالي كده 5 دقايق، هتاخد مني 5 دقايق بس. وده شكل اللحمه المفرومه بتاعتنا بعد ما خليناها تستوي 5 دقايق كده على النار مع التقليب المستمر. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. بربع كيلو من اللحمه المفرومه عملنا الطبق العصاجر الرهيب ده. بعد كده هنكمل مع بعض باقي مكونات الوصفه بتاعتنا. تاني خطوه في صينيه الجلاش بتاعتنا هنعملها هي سائل التوريق. هو عباره عن هجيب بيضه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بسم الله. هبتدي اضرب البيضه دي عندي كويس جدا. عندي تاني حاجه كوبايه حليب كامل الدسم، لو تاخدي بالك الوش عليه. تمام. هنزل باللبن كده على البيضه واقلب كويس. عندي نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من 7 بهارات، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر بالشكل ده. هقلب التوابل عندي كده كويس. وعندي نص معلقه صغيره من الكيك شيف او البيكنج باودر بالشكل ده، يعني ربع معلقه كده. هقلب الخليط عندي كده كويس. محضره هنا عندي صينيه دهناها بالزيت كويس جدا. هجيب عندي هنا اول طبقه، هحط الجلاش عندي في الصينيه.
هنزل عندي هنا برشة زيت. انا هنا حطيت طبقتين بس هي عشان كانت لازقة فيها، انا هحاول كده احط رشة الزيت. طبعا الجلاش عندك حتى لو هو مش مظبوط بتلزقيه اي حاجة عادي. هجيب طبقة جلاش تاني. هحط برضو زيت، رشة خفيفة كده. هفضل اكرر لحد 4 ورقات من الجلاش. طبعا مش محتاجة اقولك ان لو الجلاش مهربس زي ما انت شايفاه كده، بتحطيه في النص بحيث ان ان من تحت تبقى الورق السليم وفي النص بيبقى الورق المقطع. جيب كده عندي، لازم الطبقة اللي تحت بتبقى فيها الطبقات الاكتر. بدهن الاطراف كده. نجيب عندي طبقة نحط طبقة العصاج بتاعنا في النص كده. هبتدي اوزع اللحمة عندي كده في كل الصينية، مخليش جزء فيه كتير وجزء لأ قليل، اوزعها كويس كده. هبتدي اجيب اطراف الجلاش كده وانزلها على اللحمة. هجيب طبقة جلاش تاني. بصي هبتدي ادهنها بالزيت. وهكمل باقي الطبقات. اي ورقة من الجلاش متقطعة بحطها في النص، وبعد كده اخر طبقة لازم تكون متظبطة كده. هات دهنة زيت بين كل طبقة وطبقة، دهنة زيت. واقفل بالطبقة الأخيرة. بالشكل ده. هبتدي بقى عندي بعد ما خلصت رص الجلاش، ورق الجلاش، اعمل ايه بقى؟ اجيب الحرف ده احاول ادخله لجوه كده كده. احاول اقفل الصينيه. هبتدي اقطع عندي الصينيه بالراحه كده. وده شكل الصينيه عندي بعد ما قطعتها. هجيب عندي سائل التشريب ده وهنزل عليه
بمعلقتين كده بس زيت واقلبه كويس. هجيب عندي الصفايه وهصفي الخليط ده وانزل بيه على الصينيه بتاعتنا بالشكل ده. بصوا اي تكتلات فضلت عندي في المصفى. على ما نسخن الفرن نحط الصينيه ديت في التلاجة. الخليط ده هيتشرب وهتطلع معاكي تحفه، وبعد كده هنشوف شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي معانا. دلوقتي عندي بعد ما الفرن ابتدت تسخن هشغل من تحت بس، هديها اللون من تحت، ولو ما خدتهوش من فوق هكمل عليها بالشوايه. تمام. دي شكلها بعد ما طلعتها من التلاجة. هحطها على طول في الرف اللي في النص تاخد اللون، وبعد كده هطلعها واوريكم شكلها عامل ازاي. ودي شكل صينيه الجلاش بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. محدش يتخيل ان لفه الجلاش كانت مقطعه. بطلع كده الجوانب، بمسكها كده بقماشه وابتدي اطلع من الجناب. بسم الله ما شاء الله. القشطه كمان اللي في الحليب خليتها دسمه جدا، تحفه. هبتدي كده اقطعها. بسم الله ما شاء الله. بصي كده معايا خرطة الجلاش بتاعتنا تحفة. بصوا اوريها لكم كده. بصوا الجمال، بصوا ورقها ما شاء الله. محدش يصدق ان دي لفة الجلاش المتقطعة. اعمليها على طريقتي، وما تنسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.